في بداية الحلقة عندي ليك سؤال مهم جدا، وانت اللي بتمتلك الموبايل ولا الموبايل هو اللي بيمتلكك؟ طب سريعا كده علشان ما اضيعش وقتك هقول لك على طريقة ازاي تقدر تخلي الموبايل بتاعك يتحول لأداة صحية. هتقول لي يعني ايه الموبايل يتحول لأداة صحية؟ هقول لك ببساطة ان احنا هنستعيد من الموبايل وقتنا اللي بيسرقه، كمان صحتنا اللي بيضيعها، وطاقتنا اللي بيستنفذها، وتركيزنا اللي بيضيع من كتر البحلقة فيه. في البداية خالص عاوزك تقدر تحسب مع نفسك كده كم مرة انت بتمسك الموبايل. صدقني انت في النهايه هتتصدم، لانك هتلاقي نفسك بتمسك الموبايل عشرات المرات في اليوم وانت مش واخد بالك. رقم اتنين، وهنا العلاج الفوري والسريع، انك لو بتمسك الموبايل مثلا 3 ساعات في اليوم فاحنا هنقللهم وهنخليهم ساعتين كخطوه اولانيه. رقم اتنين، تحاول بقدر الامكان انك تحذف التطبيقات اللي بتاكل من وقتك او الالعاب اللي ملهاش اي فايده واللي بتسرق وقتك على الفاضي. حضرتك بتتفرج يوميا على كميه فيديوهات، قول لي انت كده دلوقتي الفيديوهات دي ضافت لك ايه؟ رقم اربعه، بعد كده نبتدي نخصص ساعه واحده بس كل يوم لمتابعة الأخبار أو الحاجات المهمة اللي إحنا عاوزين نتابعها. رقم خمسة، الأوقات اللي إحنا بناكل فيها، بالتحديد وقت العشاء، يا ريت نخلي الموبايل موجود في مكان بعيد خالص عن المكان اللي إحنا بناكل فيه. رقم 6، ودي حاجة مهمة جدًا، وهي عملية استبدال العادات. يعني حضرتك هتستبدل الموبايل بتاعك من استخدام معين لاستخدام تاني. يعني مثلًا إحنا هنحاول هنا نبدل الموبايل بحاجة تانية مفيدة، وليكن مثلًا لو أنت بتعتبر إن الموبايل قبل النوم بيسليك، فالحل بتاع النقطة دي سهل جدًا وبسيط، وهو إنك تستبدل ده بقراءة الكتب، ويا سلام لو كانت كتب حقيقية وليست PDF، علشان أبعد نفسي عن استخدام الموبايل. خد بالك أنا هنا باقول لك إن الهدف هنا مش إن إحنا نلغي الموبايل نهائي، ولكن زي ما قُلت لك في أول الفيديو إن إحنا نحوّله لجانب صحّي. وصدّقني أنت مع كل خطوة هتعملها هتحس بتحسُّن تدريجي، وده اللي بانصحك بيه، واللي أنا فعلًا قبل ما أنصحك بيه بدأت أطبّقه مع نفسي. وصلت لنتيجة مهمة جدًا، 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 وإن عندي وقت كبير أوي في يومي كنت باضيّعه على الموبايل، ولقيت نفسي فعلًا الوقت ده ما بقيتش بقى باضيّعه، ولكن بقيت باستثمره في حاجة مفيدة جدًا، وخاصةً العنصر اللي كلنا مهملينه وهو عنصر القراءة. في النهاية أتمنى بجد إن الفيديو يكون عجبك، وشكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.